التسامح حلو، بس اوعي تسامحي في حق ولادك. ما يعرفوش غير القلوب الصافيه النقيه اللي مش شايله، بس لو الحق يخص ولادنا يبقى التسامح ما ينفعش. احنا وصلنا لمرحله من النضج والتسامح والمصالحه مع النفس والتدين تخلينا نعرف نعمة التسامح ومكانة المتسامحين في الجنة، بس دول لسه أطفال وما وصلوش للمرحلة دي. لو تهاونتي في أذى نفسي حد سببه ليهم، لو تهاونتي في تنمر حد عليهم، لو تهاونتي في إساءة لفظية أو جسدية تعرضوا ليها، لو تهاونتي في حق من حقوقهم كأطفال، لو تهاونتي في إن حد جه عليهم، لو جيتي عليهم عشان ترضي حد، لو جيتي عليهم علشان تخلصي من زن حد، لو جيتي عليهم علشان تجاملي حد، كل ده هيأثر على شخصيتهم ونفسيتهم وثقتهم بنفسهم وعلاقتهم بيك وبالناس. قولي لأ لأي حد أو أي حاجة تيجي على ولادك، رد بحكمة وبأدب وما تضيعيش حق ولادك وتدمري شخصيتهم، وفي نفس الوقت علموهم التسامح، وان ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالتسامح، وانه يسامح ويسامح صاحبه، بس في نفس الوقت ما يتنازلش عن حقه ويضيع كرامته. كان في قبطي تسابق مع عبد الله ابن عمرو بن العاص، فعبد الله قال له أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ فالقبطي راح واشتكى لسيدنا عمرو بن الخطاب، فسيدنا عمرو بن الخطاب استدعى عمرو بن العاص وابنه، واعترف عبد الله ابن عمرو بن العاص باللي حصل، فطلب عمر من القبطي أن يضرب عبد الله، وبعد كده طلب منه ضرب عمرو بن العاص، قال له والله ما فعلها إلا بسلطان أبيه. فقال القبطي يا أمير المؤمنين إنما ضربت من ضربني. قال سيدنا عمر بن الخطاب جملته الشهيرة لعمرو بن العاص متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. اوعي تتنازلي على حق ابنك عشان حد، ومهما كان ردي بأدب وبحكمة، وخليكي دايما مع ولادك وفي ظهر ولادك وسند لولادك. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا في القناة وتنورونا بجد. يا رب يكون دايما علم ينتفع به. تنسوش في اخر الفيديو تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وشكرا.